يعني كنت متأكد إن فيلم انسايد اوت 2 هو الفيلم اللي هيتوج بالنسبة لي كأفضل فيلم أنيميشن في السنة، بس لأ، في الغالب الفيلم اللي هتكلم عنه النهاردة هيكون منافس قوي بل وممكن جدا يغلبه. والغريب إنه ده مش فيلم أصلا من إنتاج ديزني، ده فيلم من إنتاج شركة دريم ووركس. والأكثر إثارة للسخرية إنه أنا بفتكر نفسي حاليا وأنا طفل لما كنت بكره أي حاجة جاية من الشركة دي. أنا كنت بكره أفلام هاو تو ترين يور دراجون وشريك وكونج فو باندا والأفلام دي، وحقيقي مش لاقي سبب لده. لانه مؤخرا ده يعني من سنتين ثلاثه فاتوا كده لما بدات اشوف الافلام دي تاني حبيتها جدا، وفي منها بقى من مفضلاتي كمان. فيلم زي بوس ان بوتس ذا لاست ويش اللي نزل في 2022 يعتبر من افضل افلام الانيميشن اللي شفتها في حياتي، وشكله كده برضه مش هيبقى لوحده كتير في القائمه دي. فتمام، بلاش تطويل زياده عن كده وخلينا نتكلم على احدث انتاجات دريم ووركس ذا وايلد روبوت. فكالعاده الاول اهلا بيك، انا محمود، يلا بقى نبدا فيديو النهارده. Good evening, ladies and gentlemen. قبل ما اقول الفيلم بيحكي عن ايه لازم اقول ان القصه اللي هحكيها دي لا تعبر اطلاقا عن اللي موجود في الفيلم، فانت قد تتهمها بالعبط والسطحيه والتكرار، لكن خليك عارف ان تناولها في الفيلم ابعد ما يكون عن السطحيه او السذاجه. الفيلم بيحكي عن روز، روبوت بتقع بالغلط في غابه مهجوره ونائيه، ولانها مصممه علشان تخدم البشر فبتلاقي نفسها بلا هدف لان مفيش بشر في الغابه، بل وبتتعامل على انها وحش من قبل حيوانات الغابه دي اللي حاولت جاهده انها تتودد ليهم. واحداثنا بتبدا لما بتلاقي بيضه لطائر في عش متدمر، زي ما توقعت البيضه بتفقس اول لما بتلمسها علشان تطلع طائر صغير بيقتنع ان روز امه. وبننطلق بقى مع روز في رحله لمحاوله تربيه الطائر ده بعد ما بتسميه برايت بيل بمساعده فينج، ثعلب منبوذ من باقي حيوانات الغابه. الاول عايز اقول ان بقالي كتير ما دخلتش فيلم سينما ونسيت نفسي لدرجه اني مبقاش عايز الفيلم يخلص. بعيدا عن اي حاجه فالفيلم مريح قوي، ده الوصف اللي جاي على دماغي حاليا. وطبعا ده راجع لبساطه قالب القصه اللي هي نقطه قوه الفيلم الاكبر بالمناسبه. عاديه القصه دي اللي بتمكنه من التركيز على الرسائل الكتير اللي بيحكيها من خلالها، بتخليه يركز على تكوين المشاعر اللي بتدخل تداعب قلبك من اول لحظه وتخليك تتاثر بيها بكل انواع التاثير بقى، اللي هو بيعرف يسرق منك ضحك كتير وفي نفس الوقت في اوقات معينه سهل جدا تدمع معاه. مش عشان هي مشاعر خاصة أو حاجة، لأ، علشان هي مشاعر طبيعية موجودة حوالينا على طول وفي أوقات كتير مش بننتبه ليها. بمعنى أصح مشاعر إنسانية. فيلم ذا وايلد روبوت شبه قوي أفلام بيكسار في عصرها الذهبي، اللي هو كان فيه إحساس مصاحبني كده إني بشوف فيلمين مش فيلم واحد. فيلم بيخاطب عقول الأطفال وبسهولة بيعرفوا يتفاعلوا معاه ومع حدود المغامرة الجيدة جدا الناتجة عن فصول قصته، واللي قايمة بشكل كبير على رحلة الطائر الصغير برايت بيل في محاولاته للنجاح والاندماج وسط باقي أبناء جنسه اللي هم كمان بينبذوه ويكونوا بيتربى من قبل روز اللي اطلقوا عليها لقب الوحش. وده الجانب الممتع في الحدوته كلها، واللي زي ما قلت هو القالب المرسوم فيه بقى رحله روز. وده الفيلم التاني اللي بيخاطب الكبار اللي بيتفرجوا، ويا الهي قد ايه ده جانب تقيل، جانب قايم على مناقشه مفهوم الامومه وارتباطها بفكره التضحيه. روز عامله شبه الشاب او البنت اللي مره واحده لقت نفسها عندها طفل مسؤول منها بشكل مفاجئ وبدون اي تخطيط مسبق، وفي مكان مليان بالمخاطر وبدون اي وسيله مساعده تذكر من حد، عشان تبدا رحله تعلم واستكشاف مشاعر جديده في المقام الاول. الفيلم بيرسم منظور رائع للغريزه اللي مش مفهومه اللي موجوده فينا احنا البشر دي بتاعه حب الابناء حتى لو وجدوا بدون تخطيط مسبق، وده من خلال جماد ابعد ما يكون عن المشاعر علشان يقول ان الغريزه دي بتملك القوه الكافيه علشان تخلي الجماد يتحرك. رحله روز بتتلخص في كلمه بتتردد على لسان احد شخصيات الفيلم لما بيقول It's funny how life works، وبتبقى جملة مؤثرة قوي لما تشوف الإنسان الآلي ده بيتكسر حرفيا في سبيل إن الطائر الصغير يكبر ويبقى في مكانه المناسب. ولو توقعت إن رسائل الفيلم بتنتهي هنا فأنت غلطان، أنا لسه ما اتكلمتش على شخصية فينك المنبوذة والتطور اللي بيحوله من شخص مفترس وماكر لجزء أساسي مرتبط بالعيلة الصغيرة اللي اتكونت دي، وغيره كتير بقى. الوضع كأنه مجموعة رسائل عن الحياة اتجمعت في فيلم. والجميل إنه أنت هتحس إنك بتشوف فيلمين، بس الفيلمين مش منفصلين عن بعض، بالعكس كل جانب بيأدي بشكل أو بآخر للتاني، وكل جانب بيضيف نقطة تأثير للتاني علشان يكسب الفكرة اللي تبان مكررة دي الأصالة اللي محتاجاها. كمان حبيت قوي كوميديا الفيلم، واللي بالمناسبة مش صريخة قوي لكنها مؤثرة وسهل الارتباط بيها، خصوصا انه بيلعب كتير على نوع الكوميديا بتاع الاطفال اللي بيرددوا شعارات الكبار المتشائمه عن الحياه، وده ما فشلش انه ينتزع مني ضحك كتير. Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be.
لو جيت بقى اتكلم عن الجوانب الفنيه فاقدر اقوله بكل ثقه ده فيلم الانيميشن الاجمل على مستوى الرسم السنه دي. طول الفيلم وانا قاعد بفكر انه الفيلم شبه افلام كتير في اسلوب الرسم، بس برضه عارف يكون لنفسه شخصيه صعب ما تلاحظهاش. خليط كده بين الواقعيه الخفيفه والعالم الساحر الخيالي، والتوازن بين الاثنين هو اللي خلق الاتقان في الهويه البصريه بتاعه الفيلم. وضيف لده بقى الالوان الدافيه والموسيقى الساحره، تلاقي قدامك فيلم مرضي للعين جدا. وده ما يعتبرش مفاجاه قوي لان الفيلم من كتابه واخراج كريس ساندرز، وده المخرج اللي عمل افلام زي ليلو ستيتش وهاو تو ترين يور دراجون، وكتب افلام زي مولان. فطبيعي نشوف قصه محترمه باسلوب رسم خرافي. واللي كمل الفيلم الاداءات الصوتيه المميزه قوي. الاساسيين عندنا هم لوبيتا نيونجو في دور بروس، وبيدرو باسكال في دور فين، وكيت اوكونر في دور برايت بيل. وضيوف الشرف كتير بقى، اهمهم بيل ني في دور الطائر العجوز لونج نيك، وكاثرين اوهارا في دور بينك تيل، وغيرهم. وكلهم اداءاتهم مثاليه، لكن طبعا افضلهم هو اداء لوبيتا نيونجو في دور روس. لوبيتا نيونجو عموما ممثله مدهشه، وهنا بتعرف تقدم صوت الروبوت الرسمي والجامد، لكن لما بتبدا تختبر التطور الناتج عن فصول الرحله بيبدا نوع كده من انواع الدفى والحنان يدخل بسلاسه على طبقه صوتها الرسميه، فيبقى صوتها مميز قوي وصعب ما تلاحظوش. يمكن نقطه ضعف الفيلم الوحيده واللي ما تعتبرش نقطه ضعف قوي باخذ تصنيف الفيلم في الاعتبار، لكن شويه الفصل الاخير اللي كان عباره عن مطارده ممتعه جدا وحماسيه، لكن حسيت ان ده مش مكانها. وجالي احساس انه كنت احب الفيلم ينتهي قبل المشهد ده. معرفش مين هيوصل لحد اللحظه دي في الفيديو، بس لو عندك فرصه ده فيلم ما يتفوتش في السينما. خروجه عائليه هتضيف لك كتير قوي حقيقي. ده نوع الافلام اللي نفسي كل الناس تشوفها، واللي هرشحه لاي حد مهما كان عمره ومهما كانت تفضيلاته. وتقييمي لفيلم ذا وايلد روبوت هو 9.5 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، اتمنى تكونوا استمتعت. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مقاطعات مكتوبه للافلام اللي بشوفها. انا محمود، سلام.